كنت ماشي انا وكرم في النوبه، فجاه لقينا دفتر على الارض مكتوب بشفره ما كناش فاهمين، بس توقعنا بس ده اكيد لها جنوبيه، مفيش غير واحد بس اللي يعرف يترجمها، صاحبي علي. فرحنا جري لصاحبنا النوبي ده يفهمنا مكتوب ايه، وقال لنا وصلت وزكي حاجه ديشكي لازم بقى، يعني عشان توصل للكنز ده في 5 حاجات لازم تعملها. قررنا نعمل الخمس حاجات دي في النوبه علشان نوصل للكنز، واول مهمه منهم كانت اول حاجه ما براد نفسك لازم بني، يعني لازم تشرب من ميه الزير. فجرينا جري لاقرب زير اشرب منه ميه ساقعه ونضيفه في شوارع النوبه، وبكده نكون نجحنا في المهمه الاولى، وندخل في المهمه الثانيه واللي هي النهار كي اللي قد تجوب كشك، يعني هتروحوا تلعبوا مع التمساح. وطبعا دي اصعب مهمه بالنسبه لنا كانت، بس بالعكس التماسيح في النوبه هنا طيبه واليفه جدا، مسكتها ولعبت معاها وبكده نكون خلصنا المهمه الثانيه. وثالث مهمه كانت بتقول تسكتيكو تمر كركديه اسمه ايه، يعني الحاجه الثالثه ما تنسوش تجيبوا تمر كركديه. هم مشروبين في النوبه هنا فمش هيخسروا لو جبت منهم حبايه وعملتهم وشربتهم في البيت يعني، فتمام كده. فندخل على المهمه الرابعه بعد كده. كم ستيكو جبن النيارتي، يعني رابع حاجه تشربوا الجبنه، قهوه خضراء مع حبهان وجنزبيل. ولازم تشرب الجبنه دي اما تروح اسوان او السودان، هتكيف دماغك جدا لو كنت بتحب القهوه، حلو جدا كده. وندخل في اخر مهمه واللي هي ده كمالتي كاشين وبيكي لازم تزورين، يعني اخر حاجه لازم تزوروا بيت نوبي. وطبعا البيوت في النوبه فاتحه لك ابوابها، فدخلنا وشفنا جمال الالوان بتاعتها علشان في الاخر نوصل للكنز بقى، وبكده نكون وصلنا لرساله الكنز واللي كانت يكجو الحاجه ملك خلصوص كنز قارنا وقتتي والروي. وصلنا للكنز وكسبنا طيب بكار، بس الكنز الحقيقي كان اني انبسطت جدا هنا في النوبه وبس كده.